يبدأ الفيلم في أيام الحرب العالمية التانية ومعانا ولد اسمه أنجوس بيحب البحر لكن مش بيعرف يعوم وبيخاف لا يغرق. يفضل يجمع قواقع وأحجار زي ما كان بيعمل مع أبوه قبل ما يموت. بيلاقي حجرة بتكون شكلها غريب ووزنها خفيف وبياخدها، وبتيجي أمه آن بتقول له يلا خلص وتعالى عشان الغدا. بيرجع البيت وبيحط الجردل اللي معاه في المخزن اللي فيه القواقع وكمان الصخرة، يغسلها وبيقشرها وبيلاقي شكلها غريب ولكن بيحاول يشوف ايه اللي فيها. امه بتنده عليه وبيروح لها والحجرة بتفضل تتحرك. ويجي الليل والدنيا تمطر وباب المخزن بيتفتح، ينزل عشان يقفل الباب بيلاقي الحجرة واقعة على الأرض ومكسورة، ويعرف إنها بيضة وبيسمع أصوات غريبة وحاجات بتفضل تتكسر. المهم إن هو بيلاقي كائن صغير بيكون شبه التنين، بيحاول يحط إيده عليه ويحسس لكن هجم عليه وكان عاوز يعض. بيروح على المطبخ في البيت يجيب سكينة وكمان بطاطس عشان يأكل الكائن ده. المهم إن الكائن ده بيتجاوب معاه وبيفضل ياكل من الأكل اللي حطهوله وبيفضل يحسس على دماغه. هو بيأكله وبيتفاجأ ان هو مجروح، بيجيب علاج عشان يعالجه وبيروح البيت ينام عشان امه ما تعرفش حاجه. وتاني يوم بتيجي كتيبه من الجيش للبيت بتاعه، هو بيجي النقيب هاملتون بيقول لها معلش احنا هنعسكر هنا شويه وانا واخد اذن من جوزك، وجوزها ده كان صاحبه على فكره. وانجوس بيروح المخزن بيلاقيه قالب الدنيا، بيلاقيه بياكل في البياده بتاعه ابوه وبيمسكه وبيفضل يزعق له. وراح جاب له سله كبيره مليانه اشجار واكل كتير وفضل مبسوط ويلعب وياكل. يسميه كروز وبيمسك كتب الحيوانات يدور عليه لكن مش بيعرفه. ولما بيخلص اكل بيجي يمسكه يحس ان هو ناشف وممكن يتكسر، وتجيله فكرة ان هو يحط في السلة وبينزل عليه مية وبيكون مبسوط وبيفضل يلعب. بيكون فرحان بيه جدا ومبسوط. وامه بتقول للويس عامل البيت الجديد نظف المخزن كويس لان ابني معاه حاجة غريبة ومش عارفة ايه هي. بيكون باين عليه الخوف وبيروح ينظف ويشوفه انجوس، والعامل طلع السلة اللي كان فيها كروز وانجوس جري عليه ولكن ما كانش موجود فيها. وقال له انت بتعمل ايه في المخزن بتاع ابويا؟ قال له ده شغلي امك جايباني هنا عشان انظف المخزن. وبعدين انجوس فضل يدور على كروز في كل مكان، وكروز كان واخد راحته في البيت وبيلعب فيه وخارب الدنيا. ويشوفوا الكلب بتاع طباخ الكتيبة ويكون عاوز ياكله. الكلب شافه وجري وراه، ومن حسن حظه ان الكلب كان مربوط بحبل وشد الترابيزه وخرب الدنيا. انجوس سمع صوت اخته بتصوت وطلع يجري عليها. طلع عليها قال لها في ايه فضحتينا؟ بتقول له تعالى بص في كائن هنا غريب. وفضل يتوصل اليها وقال لها ارجوكي ما تقوليش لحد اللي حصل. قال لها ده كائن طيب واليف وما تخافيش منه. قالت له حاضر مش هقول لحد. وتاني يوم آن بتجيب الملابس القديمه بتاع جوزها وتديها للعامل الجديد. قال لها لما يجي جوزك ارجعهم لك. فبتقول له لا ده غرق ومات. قالت له انجوس مستني ابوه وما يعرفش ان هو مات. وقالت له اطلع فوق عشان تنظف الحمام. ولما طلع فوق انجوس واخته ما كانوش عاوزين يخلوا العامل يشوفوا كروز، لكن شافوا قال لهم ده حصان البحر، مين اللي جابه هنا؟ هو احنا لاقيين حصان عادي عشان نلاقي حصان البحر؟ قال لهم لا ده حيوان اسطوري ونادر جدا وهو ذكر وانثى في نفس الوقت، ولما بيكبر بيبيض بيضة واحدة بس وبعدها يموت. ويفضلوا يتكلموا لحد ما امهم تيجي ويتوصلوا اليه ان هو ما يقولش لامهم، وفعلا بيسمع كلامهم ومش بيقول لها. ولما خرجوا بره حكوا لها انهم كانوا بيساعدوه في تنظيف الحمام. الكتيبه كانوا عاملين عزومه في اخر اليوم. انجوس بيطلع من الحمام ويسيب الباب مفتوح، يطلع كروز وراه والكلب يشوفه والمره دي ما بيكونش مربوط. يرصدم ويقف قدامه انت فين من زمان؟ ده انا نسيت طعم اللحمه. بيجري وراه وكل ما بيجري بيكسر كل حاجه قدامه، ده يجري والتاني يجري وراه. يجروا ورا بعض لحد ما دخلوا المكان اللي فيه العزيمه. كروز نزل من تحت السفره والكلب طلع من فوق وخرب الدنيا وبيقلب عليهم الاكل والسفره. وكروز بيخلص من الكلب وكمان بيخلص من الناس. يتقابلوا نافوره بينزل فيها وبتكون فيها سمك بيلعب فيها ويتعشى كمان. بيشوفوا العامل لويس وبيشوف حجمه كبر، ده كبر جدا. بياخدوه في العربيه ونزلوه البحر ويحرروه عشان حجمه كبر مش عارفين يحطوه في البيت. ولما انجوس بيروح البيت امه بتكون قايله لهاملتون
الواد ده عايز يتربى قوي. وهاملتون بيعمل اللي آن قالت عليه لكن بيعمل بزياده، وكروز كان مستنيه ولكن انجوس ما كانش فاضي، ده كان بيتربى وبيقدر يهرب منه وبيجري ناحيه البحر عشان يشوفه، ويفضل ينده عليه لكن مش بيلاقيه، وبياخد مركب صغير وينزل في البحر يفضل ينده عليه كروز كروز كروز، يطلع له من وراه بحجم ديناصور، يكون مصدوم من حجمه وبيفضل يلعب معاه ويركب على ظهره انجوس ويمشي بيه في الميه. انجوس كان قاعد على ظهره وميت على نفسه من الخوف لكن متونس معاه ومبسوط جدا. يفضلوا ماشيين لحد ما يوصلوا لمكان مقفول بعرض البحر، ولما بيخلصوا اللعب كروز بيجيب انجوس للشط وبيشوفوا الطباخ، ولما بيرجع البيت بيحكي لاخته ولويس عن اللي حصل، يكونوا مبسوطين وبيضحكوا. وتاني يوم هاملتون بياخدهم ويوريهم شغل الجيش على التلة، يوريهم خطة الكتيبة ضد الألمان لو جم من ناحية البحر، وبيعملوا تجارب بالمدافع ويضربوا في البحر في المكان اللي فيه كروز. وأنجوس بيفضل يزعق لهم ويقول لهم كفاية كفاية، وبيزعق له هاملتون. أمه بتاخده على البحر، وواحد من السكان قال لهم أنا شفت حصان المية امبارح، وجاب مصور عشان يصوروه، وفضلوا مستنينه لكن ما طلعش. يجيب تمثال على هيئة كروز ويصوره لأنه عايز يتشهر، والطباخ بيشوف الصورة في الجرايد ويقول لهم أنا متأكد أنا شفت كروز امبارح، ويقرروا بعديها ان هم يصطادوه عشان الشهرة. انجوس بيهرب من البيت ويروح يشوف كروز في البحر ايه اللي حصل، لويس بيروح وراه لحد ما يوصلوا على الشاطئ، ويفضلوا يندهوا عليه لحد ما يطلع من الميه ويهجم عليهم ويكون عاوز ياكلهم. لويس بيحذروا منه وقال له ده مش اليف وابعد عنه، ده بقى متوحش بسبب اللي حصل له، وبيعصب انجوس ويمشي. الطباخ وصاحبه طالعين بيدوروا على كروز عشان يصطادوه، بيطلع عليهم وبيكون معصب جدا، وبيتصلوا بالكتيبه ويقول لهم احنا اتهاجمنا حضروا الصواريخ. كروز بيقلب المركب وبيكون عاوز ياكل الطباخ، وبينده عليه عشان يسيبه وبينزل للميه وكان هيغرق. كروز بيطير الطباخ وراح على انكوس عشان ينقذه، وتيجي امه وهاملتون ويشوفوا كروز وبتصدم. تيجي المدافع تتضرب على البحر بسبب البلاغ اللي عمله الطباخ للكتيبه. كروز بيحس بالخطر وبياخد انجوس على ظهره وبيجروا، بيركب على ظهره عشان يرشدوا للطريق ويطلعوا من منطقه الخطر. وبسبب الجو الممطر والجو الصعب ده هاملتون مش بيقدر يتكلم معاهم عشان يوقفوا الضرب. جنود في الابراج بيقولوا دي غواصه المانيه بتهجم علينا، وانجوس بيكون خايف جدا وهو راكب عليه وبيرموا عليه الصواريخ وكمان الشبك عشان يوقفوا كروز. وبتيجي امه آن وكمان هاملتون عشان ينقذوه. انجوس بيسيب كروز يروح وبيروح لهاملتون وامه آن عشان ينقذوه. كروز بياخد نفس عميق وبينزل يغطس تحت وبيطلع طلعه جامده جدا، بينزل على الشبكه ومن قوه النزله بياخد الابراج اللي كان فيها الجنود معاه. كروز بيسيبهم ويمشي في البحر بعد ما دمرهم وكسرهم وكمان بقى يستهزأ بيهم. كروز بقى مبسوط ومرتاح عشان خلاص بقى في بيت. في لحظه الشروق انجوس بيشوف كروز من بعيد وبيودعه. بيخلص الفيلم ونقول سلام.